تخيل لقمة واحدة كفيلة تخلي إنه الشخص اللي قاعد بصفك يقوم ويقتلك، مو لأن صوتك مزعج وبس، لا، لأن بسبب صوتك وأنت جاي تاكل اللي قاعد بصفك دماغه وراسه داخل بحرب عالمية وأنت ما تدري. يا أخي من تاكل لا تطلع صوت، حتى اللي بصفك لا تتفاجأ من رده من يقول لك سد حلقك أو جاي ترفع ضغطي، بس تدري أنت فعلا جاي ترفع ضغطه. سنة 2017 جامعة نيوكاسل البريطانية سوت دراسة عن هذا الموضوع وأكدته ونشرتها سنة 2021. أثبتوا من خلال هاي الدراسة أنه أكو ناس فعلا يتأثرون بهذا الصوت، يصير عندهم متلازمة اسمها متلازمة الميزوفونيا، يعني حساسية الصوت الانتقائية. هذول الناس من يسمعون صوت أكلك المزعج وانت تاكل، أكو قشرة بداخل الدماغ اسمها القشرة الجزيرية، هاي القشرة تبدي تغلي بالنار من تسمع صوت الأكل أثناء ما أنت تاكل، وهذا المسكين دماغه يقوم يترجم هذا الصوت انه هذا خطر على حياته وجاي يهدد حياته فعلا، وبهاي الحالة جسمهم راح يدخل بوضعية الكر والفر، يا اما راح يقوم ويطلع من هذا المكان، يا اما راح يقوم ويقتلك، يا اما راح يدخل ويا نفسه في حرب عالميه وانت ما تدري، وفيما عندك انت جاي تاكل طبيعي وما مأثر عليه. فلا تخلي اللقمه اللي جاي تاكلها تخرب القعده ويا عائلتك او ويا اصدقائك، او حتى اذا كنت بمكان عام. كلنا عندنا هذا الصديق اللي ياكل وصوت اكله يوصل لباب البيت، فسوي له تاج وقول له كافي وبطل ازعاجاتك، ومن تاكل بدون ما تطلع صوت.